حطم أبنائك بتدليلهم. رسالة استغاثة من أم ل3 مراهقين بتقول من الآخر أنا ولادي جاحدين، مش بيقدروا النعم اللي هم فيها. طول عمري أنا وأبوهم بنشتغل ومقتدرين الحمد لله، فمن وهم صغيرين كانت كل طلباتهم مجابة. ما كناش بنحب ننكد عليهم ونفضل نقول لهم لأ على الفاضي والمليان. كانت بنتي تكسر عروسة أجيب لها واحدة تانية. كل سنة موبايلاتهم بتتغير، ومع كل عيد ميلاد ياخدوا فلوس، ومع كل نجاح ياخدوا مكافأة. عايزين لبس، حاضر. عايزين نسافر، حاضر. كنا فاكرين انا وابوهم اننا كده بنعيشهم شبعانين ونعوضهم اي حرمان حسناه احنا في حياتنا. وبيني وبينك كنا خايفين يقولوا لنا طالما معاكم بتحرمونا ليه؟ لكن للاسف دلوقتي بندفع الثمن غالي. الولاد مش مقدرين قيمه القرش وبيطالبونا بحاجات بزياده، بيتعاملوا مع الفلوس كانها ملهاش قيمه، ومش عارفين بنتعب فيها قد ايه عشان نجيبها، وحاسين بالاستحقاق اننا لازم نجيب حتى لو بزياده، وكأن نظرتهم للفلوس فسدت بسببنا، وبقى مهملين جدا في حاجتهم. عادي يفرتكوا مصروف الشهر في 2-3 ويطلبوا مننا فلوس تاني. نقول لهم انتوا محتاجين تتعلموا توفروا، يقولوا لنا لا انتوا اصلا مش بتدولنا كفايه. حتى الدراسه عايزين اسهل حاجه، مش عايزين يكافحوا ويتعبوا ومستنييننا احنا نوفر لهم كل شيء. طلباتهم بتزيد يوم عن يوم بداعي وبدون داعي، ومهما عملنا بيحسسونا انه مش كفايه، وبقوا يتعصبوا علينا عشان نجيب لهم حاجات غاليه. وبحس انهم مش راضيين وناقمين على الحياه، ودايما يبصوا للي اعلى منهم، مش عشان يتشجعوا ويتحفزوا ويشتغلوا اكتر، لا عشان ينكدوا علينا اننا مش معيشينهم في مستوى اعلى من كده. هل احنا اسلوب تربيتنا كان غلط؟ وازاي اصلح موضوع الجحود ده عندهم واخليهم عارفين قيمه النعم اللي هم فيها؟ انا مش عايزه من عليهم، بس نفسي اشيل من عندهم جحود النعمه. هو غلط اني ادلع ولادي طالما في مقدرتي؟ ليه بعض الأهالي بيدلعوا ولادهم أو بيدللوهم بزيادة؟ تعالوا نتفق الأول يعني إيه تدليل، أو يعني إيه إعطاء ولادنا كل شيء. في كتاب ظريف قوي اسمه How much is too much، كاتبينه 2 دكاترة متخصصين في التربية، بيتكلموا فيه عن معنى التدليل، وبيقولوا إنه 3 حاجات. أول حاجة المبالغة في تلبية الاحتياجات المادية، يعني مثلا ولادي وهم أطفال أجيب لهم لعب كتير قوي بزيادة. تاني نقطة الدلع الزايد، بمعنى إني أعمل لولادي حاجة وهم أصحاء وما فيهمش أي مشكلة وهم يقدروا يعملوا الحاجة دي. وتالت حاجة التربية المتساهلة اللي ما فيهاش قواعد وحدود وما فيهاش ثواب ودفع عواقب. طب ليه في أهالي بيعملوا كده؟ ل3 أسباب. أول سبب طالما في مقدرتي يبقى ليه لأ. بعض الأهالي بيفتكروا إني ليه ما اديش لولادي كل حاجة طالما أقدر؟ ليه أحرمهم من غير سبب؟ والأهالي دي مش بيحسوا بأهمية فكرة إن ولادي لازم يسعوا علشان يبقى عندهم الامتيازات اللي هم عايزينها، وإن مش كل حاجة يطلبوها لازم ياخدوها في ساعتها، وإن دي من أهم المهارات اللي هم هيحتاجوها في حياة النضج. وتاني سبب الخوف من الاتهامات. بعض الآباء والأمهات بيخافوا إن ولادهم يتهموهم بالتقصير في حقهم لو في حاجات يقدروا يدوها لهم والأهل هم اللي بيرفضوا. وده ممكن يكون بسبب بعض تصرفات ولادنا وبناتنا بالذات في مرحلة المراهقة، لما بيقعدوا يطلبوا في طلبات 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 بدون توقف ولا رادع. فالأهالي دول مش بس بيوفروا لولادهم كل حاجة في قدر استطاعتهم، لا ممكن يضغطوا على نفسهم ماديا جدا عشان يحققوا لولادهم كل اللي هم عايزينه. وثالث سبب تعويض الحرمان الشخصي. بعض الآباء والأمهات بيبقوا عايزين يدلعوا ولادهم بزيادة ويدولهم كل حاجة عشان يعوضوا الحرمان اللي هم شخصيا عاشوه هم صغيرين، بالذات لو مستواهم المادي دلوقتي أحسن من مستواهم اللي عاشوه في بيوت أهاليهم لما هم كانوا أطفال ومراهقين. فبيبقى لسان حالهم إني مش عايز أعيش ولادي الحرمان اللي أنا عشته وأنا صغير. طب وإيه النتيجة؟ إيه التبعات السلبية للتدليل الزائد وإني أوفر لولادي كل حاجة هم محتاجينها؟ هقول لحضراتكم 3 تبعات. أول حاجة الطرف تلف. لما بدي ولادي كل حاجة بيحتاجوها، دي شورت كات، طريق مختصر وسريع لإفسادهم. ليه بقى؟ لأننا متفقين إن من أهداف التربية تدريب الولاد على اللي هيشوفوه في مرحلة النضج. وفي النضج مفيش حاجة اسمها كده، حضرتك أنت ولا أنتي مش محور الكون اللي كل الناس بتشتغل عشان تلبلكوا أمنياتكوا وأحلامكوا. حضرتك لما بتعوز حاجة بتشتغل وبتسعى وبتجتهد وبتصبر لحد ما تجيلك. مفيش بابي ومامي اللي هيحققوا لك كل حاجة، أنا بتكلم عن أغلب الناس طبعا. فلما
فلما انا بدي لاولادي كل حاجه وبدلعهم بزياده في فتره الطفوله والمراهقه، انا بحرمهم من مهاره السعي والاجتهاد والشغل اللي هي من اهم المهارات اللي هيحتاجوها في حياتهم لما يكبروا. فالولاد والبنات اللي بيتربوا على فكره الحاجه اللي انا بشاور عليها بتجيلي تحت رجليا من غير اي مجهود مني، ممكن يعانوا جدا لما يكبروا بعد كده، عشان هيدركوا اننا لازم نسعى ونجتهد عشان نحصل على اللي احنا عايزينه. فوارد جدا اني اخليهم عرضة للصدمات النفسية. وتاني حاجة، فقدان إدارة المشاعر. ولادنا وبناتنا في مرحلة المراهقة اللي بيتربوا بأسلوب التدليل الزائد ده بيفقدوا مهارتين مهمين جدا ليهم علاقة بالمشاعر: التحكم في الغضب وفكرة المتعة المؤجلة. يعني ايه الكلام ده؟ بعض الاسر لما بيرفضوا طلبات ولادهم بيعملوا ايه؟ بيعلوا تون الصوت وبيبداوا يغضبوا على اهلهم عشان ما حققولهمش اللي هم عايزينه. وساعات بعض الاهالي بيستسلموا لده، يا اما بقى عايزين يريحوا دماغهم او مش قادرين يستحملوا الضغط اللي ولادهم وبناتهم بيعملوا عليهم. فده بيعلم ولادنا بشكل مباشر ان هي دي طريقه تحقيق اللي انا عايزه. يا بابا ولا يا ماما هتحققوا لي اللي انا عايزه، تبقوا صحابي وحبايبي، لكن هترفضوا هطلع عينيكم ومش بعيده بتزكوا عاطفيا لحد ما تستسلموا وتنفذوا اللي انا عايزاه، او على الاقل هفضل اعير فيكم كل شويه. والمهاره التانية اللي ليها علاقه بفقدان اداره المشاعر، اني مش بعلم ولادي فكره المتع المؤجله. بعض الولاد والبنات بيبقوا عايزين حاجه معينه قوي دلوقتي حالا، وبتبقى ليله نكد على العالم لو ما حصلتليش بالشكل اللي انا عايزاه. فلما اوفر لهم كل حاجه في نفس اللحظه اللي هم عايزينها، مش بيقدروا يصبروا لحد ما يحصلوا على الحاجات اللي نفسهم فيها. ودي حاجه مهمه جدا محتاجينها في فتره النضج، لان في حاجات كتير الواحد لازم يسعى لها ويجتهد ويصبر، ويمكن يقعد سنين يشتغل عشان يحصل عليها. ففقدان المهارتين دول ممكن يتسبب في تعاسة ولادنا في حياة النضج. واخر حاجة، الجحود، عدم شكر النعمة وعدم استشعارها. من أسوأ الصفات اللي ممكن نربي ولادنا عليها انهم ما يبقوش حاسين بالنعم اللي هم عايشين فيها. طب ازاي التدليل بيعمل كده؟ ما انا كأم كل ما اجيب لهم حاجة بيبقوا عايزين الاحدث والاحسن والاغلى والاعلى من غير سبب، والحاجة اللي كنت ببقى هموت عليها شوية وهزهق منها ومش هحس بقيمتها فهرميها، ولا هبطل اهتم بيها واحافظ عليها. فممكن اعيش طول حياتي بائسة مفيش حاجة بتفرحني ولا في حاجة بستمتع بيها. طب اصلح الموضوع ده ازاي ما حطمش ولادي بالتدليل الزائد؟ هقول لحضراتكم 3 نصايح. اول حاجه، اديلهم مسؤوليات. يعني مفيش حاجه اسمها حضرتك تبقى قاعد وصحتك كويسه الحمد لله والناس ماشيه تخدم عليك. انت تقدر تنظف اوضتك وتحط هدومك اللي مش نظيفه في المكان المخصص ليها، وتقدر تشيل طبقك بعد ما تخلص اكل مثلا. ليه الحاجات دي مهمه؟ عشان يتعودوا ويتعلموا يتحملوا مسؤوليه نفسهم، ويتعلموا كمان ان حضرتك او حضرتك مش محور الكون. انت النهارده شريك في البيت، بكره هتبقى شريك في المجتمع. وتاني حاجه، الحفاظ على الممتلكات. احيانا الولاد اللي بيتربوا بالطريقه دي بيهملوا جدا في الحفاظ على حاجتهم، لانها ملهاش قيمه حقيقيه في عينيهم، ما تعبوش عشان يحصلوا عليها. فتلاقيهم راميين الهدوم الغاليه على الارض مثلا، بيتعاملوا مع موبايلهم بعنف فيكسروه كل شويه ويبوظوه. لا، لازم نعلمهم يحافظوا على حاجتهم، ونفهمهم ان انت يا حبيبي لو ضيعت حاجتك ولا كسرتها اهمالا منك أنا مش هجيب لك مكانها. وآخر حاجة، عرفهم على العمل الخيري. العمل الخيري ليه أفضال كتير على شخصية الواحد، من أهمها إن الولاد يتعودوا على فكرة إني ممكن أبذل مجهود وأقضي وقت فقط لخدمة ناس تانيين بدون أي مقابل، وإنك تفكر وتبذل مجهود إزاي تخدم الناس دول بشكل فيه إحسان، ويدفعوا من مصروفهم ويطلعوا من هدومهم ولا حاجتهم اللي بيحبوها عشان يساعدوا ناس ما عندهمش الحاجات دي. العمل الخيري كمان بيعلي قوي عند الواحد فكرة استشعار النعم لما يشوف ناس كتير عايشة وما عندهمش الحاجات اللي هو مش مهتم بيها أصلا ومش مقدر قيمتها. وربنا يعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.